السلام عليكم، صباح الخير، وش راكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. فيديو جديد مع ورشة جديدة. اليوم راح نتعلموا مع بعض العجينة المورقة بمقادير مضبوطة وبطريقة سهلة. راح نشرح لكم كامل الملاحظات وأسرار العجينة المورقة تاع المحلات. كي نقولوا ورشة جديدة باش المبتدئات ولا يتبعوا معايا الفيديو ما يكرهوش وما يهربوش، يعني داي عليها دبلوم، قريتها بالدراهم وجبتها لكم، عطيتها لكم مجانا، فقط دعوة خير فقط. ما تبخلوش عليا، فقط بالاشتراك، تفعيل ذاك زر الجرس ضروري يا البنات، وخلوا لي جيم على الفيديو وكثروا لي تعليقات والبارطاج. درت لكم ورشه تاع القلب اللوز غوايال، وتاع المول الاسطوري والمحشيه بزاف ناجحه. انا ما نقولكمش ناجحه، روحوا اقراوا التعليقات تلقاو اكثر من 60 تعليق كامل جربوها ونجحوا خير من تاع برا. درت لكم ورشه تاع الديول غير اللي ما حباش تتعلم، ودرت لكم لي تارتولات لي فون دو تارت ناجحين مليار في المية. 3 ايام ما زلت ناكل في لي تارتولات تاعي مازالوا مقرمشين، ما طاحوا ما خسروا لا والو. اليوم جبت لكم العجينه المورقه بصح جام وتعليق واشتراك. هكذا خياتي، يلا تبعوا معايا، ما تهربوش وما تسرعوش الفيديو، روحوا غير حبه حبه. بسم الله، نبداو على بركه الله. في اناء عندنا كيلو تاع فارينة. البنات الفارينة، أنا نستعمل أي نوع تاع فارينة هكذا. أنا استعملت سيم مع ملعقة متوسطة تاع الملح، يعني ديروا شوية الملح، يعني ديروا هذيك الملعقة تاع قهوة حليب ماشي ديك الصغيرة. ودرنا فنجال تاع اتاي زيت عادية، وعندي 2 ملاعق خل أبيض ولا خل أحمر يكون بدون نكهة. نعاود لكم المقادير: كيلو تاع فارينة سيم، تقدروا تستعملوا تاع المعجنات ماما تي 5 يعني تي 55 هكذا. انا نستعمل اي فارينة يا البنات، ما نستعمل لا هذيك لا هذيك، انا دائما توجور نخدم بالسيم هكذا. درنا فنجال تاع اتاي، يعني درنا 50 غرام تاع الزيت، زيت المائدة. عندنا 10 غرامات تاع الملح، أو ديروا ملعقة تاع لاكخام ديسير. ودرنا 2 ملاعق تاع الخل، خل أبيض ولا أحمر بدون نكهة. بسست هذيك الفارينة شوية، حكيتها ما بين يديا حتى وين دخلت كامل هذيك الزيت في الفارينة. من بعد بديت نلم العجينة تاعي بالماء بارد. البنات هنايا عينكم ميزانكم، ابداو تلموا حتى تتلم العجينة. ديروا الماء غير بشوية، روحوا غير بالعقل حتى تتحصلوا على عجينة شوية قاصحة، يعني ماشي طرية بزاف، على خاطر العجينة نخليوها تريح راح تطرى، يعني تزيد تطلق روحها، وحنا نحتاجو عجينة شوية يعني طرية. يعني في الاول تبان لكم شوفوا قاصحة، دلكوها غير شوية حوالي 2 دقائق حتى ترجع هكذايا عجينة ملساء فقط. هذا ما كان يعني ما تديش وقت بزاف. اللي عندها البيتخا دير كل شيء في البيتخا. شوفوا يعني عطيت لها دلكتها حوالي 2 دقائق هكذايا حتى رجع هذاك السطح املس. ما حبيتش نزرب الفيديو باه تتعلموا مليح، ركزوا معايا، لانه كاين بزاف وصفات يعني غالطين، يعني ما ينجحوا بتنجحوش فيهم. فهمتوا؟ انا تاني كانوا عندي هكذايا وصفات نديرهم، كاين اللي تنجح وكاين اللي لا. غطيتها بالسيلوفان ولا بكيس بلاستيكي، خليتها تريح 4 ساعة 20 دقيقة حتى نص ساعة. واذا حبيتوا يعني تخلوها في الثلاجة لكم الاختيار، المهم خارج الثلاجة ما تفوتوش 20 دقيقة بيسك يعني تولي إلاستيكي بزاف. هنا خياتي بعد ما ريحت العجينة تاعي رحت لسطح العمل. من الأحسن يعني طابلة تكون حاكمة روحها بيا، رشوا شوية تاع فارينة، حلوها. ودائما يا خياتي باش تجيكم يعني تحلوها يعني بسهولة، حطوا العجينة تاعكم هكذا بالطول، يعني دائما روحوا بالطول ولا كيما حبيتوا. فهمتوا؟ انا دوكا نحوس على يعني وضعية تساعدني باش على جال التصوير باش نشد العجينة كاملة. انا هنايا مسحت الطابلة تاعي بيا ورشيت الفارينة حليتها شوية. شوفوا لهنا خياتي عندي الزبدة، انا نستعمل صالحة، توجور نستعمل صالحة، يعني صالحة انا جامي خممت نبدلها، ولا كاين انواع واحد اخرين مي تقدروا تشيو لابال ولا مين نستعمل صالحة. هنا البنات باش دوكا رانا في الزمان البرد، يعني الزبدة راهي شوية شادة روحها،
فهمتوا؟ خرجوها من الثلاجة يعني قبل بساعة ولا ساعتين، المهم ما تخليوهاش يعني جامدة بزاف بزاف، يعني راح تغلبكم في يعني في كي تروحوا تحلوا العجينة تاعكم. شوفوا لهنايا ربيتها بيا، ربيتها كامل، درت كيلو فرينة مع 500 غرام زبدة. دوك نعطيكم واحد الملاحظة، ما تروحوش بعيد، ريحوا معايا وتشوفوا، خاصة اللي يحبوا يسترزقوا على رواحهم. شوفوا لهنا البنات ربيتها بيا، ربيتها كامل في جهة. ما تقولوش باللي بزاف ولا لا 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 لا. هنايا اللي راني دايره هذاك السكرفاج فخشين وراهي يعني راهي طالعة هادي على هادي، فهمتوا؟ ربيتها كامل هكدايا. علاش ربيناها؟ باش نسهلوا يعني نحلوا العجينة تاعنا بالخف، هذا ما كان، يعني هذه احسن طريقة. شوفوا هنا دوكا هكا نستفها في نص في نص تاع العجينة. هاي لكم، ما حبيتش نسرع على فيديو باش هكا تفهموا. شوفوا هنايا من بعد نجيب هذاك النص الاخر نحطو فوقها. هاي لك. كاين اللي يحب مثلا اصحاب القنوات وحدوخرين يحبوا يبدلوا هكذا في الطريقه، فهمتوا؟ صافي كاين اللي حبت مثلا دير الزبده في الوسط وتغلق الاطراف كيشغل كتاب، فهمتوا؟ هي كامل تعطيكم نفس النتيجه، ما يهمش، فهمتوا؟ في الزبده كيف درتوها. المهم نتوما راكم تبعوا الوصفه تاعي اللي قريت عليها، تبعوا الوصفه تاعي هكذا، خاصة الأخوات اللي راهم يجربوا الوصفات تاعي وراهم يبعثوا لي في التطبيقات في الفيسبوك وكا. راح نخلي لكم الفيسبوك تاعي في أول تعليق، ونخلي لكم الانستغرام في صندوق الوصف. هنا البنات توجور نرشوا الفارينة، ما تكثروش بزاف بزاف بزاف، بصح ضروري ترشوا الفارينة على الطابلة وترشوا الفارينة فوق العجينة تاعكم. هاي ليكم، نغلق الأطراف مليح مليح، ثم نجيب الحلال تاعي ونبدا ندير هكا. شوفوا ما تضغطوش بزاف، على خاطر العجينة المورقة تطلب الجهد، فهمتوا؟ يعني العضلات، يعني روحوا معها غير بالسياسة. وكي تكون العجينة شوية طرية يعني تساعدكم. شوفوا ديروها بهذه الطريقة كيما راني ندير أنا. من بعد ديكا بداو هبطوا، حلوا الجهة التحتانية والجهة الفوقانية. شوفوا مشوا هكا، أرواحوا من الوسط وجبدوا للطرف، شتو؟ هاي ليك. يعني هذو هما المقاطع اللي لازم تفهموهم. هنايا بعد ما حليت العجينة تاعي، حليتها شوفوا رقيقة، السمك حوالي نصف سنتيمتر. ثم واش ندير؟ نطويها. هذا التور الاول البنات، هذا التور الاول. شتو كيفاش طويتو؟ هاي ليكم. نرش الفارينة، نقلبها هكذا على الطول، دائما نقلبها على الطول، يعني هذيك البلاصة اللي مفتوحة نقلبها على الطول هكذا. دائما نحاول يعني نسوي الأطراف باه يجوني الشكل مستطيل، باه ما يهربليش الشكل، يبقاو دائما في الشكل المستطيل. هذا التور الاول البنات. شتو كيف غلقته على 3، نزيدو نفتحوها بيا ونروحو معاها حبة حبة. شوفوا هكا بهذه الطريقة، ونروحو هكذايا شوية للطرف، ونزيدو نفتحوها للمرة الثانية. شوفوا لهنا كيفاش راني نفتح البنات، يعني حبيتو تحكموا الطابلة على العرض، حبيتو على الطولة، بس كل ما تفتحوا العجينة راح تجيكم طويلة. انا راني نفتح فيها ونجبد فيها عندي ونطويها ونزيد نفتح. المهم تتحصلوا على سمك حوالي نصف سنتيمتر، ماشي رقيقة رقيقة ماصة، لا لا، حوالي نصف سنتيمتر هكذايا. وكل ما تزيدوا تحلوا العجينة تاعكم راح تجي طويلة. شوفوا انايا هكا نطويها ونجبد ونزيد نحل هكا، على خاطر عرض الطاولة ما يكفيش. نحلها كامل. هنا بعد ما حليناها البنات ركزوا معايا واش راح ندير. شوفوا انا راهي طويلة، نحدد الوسط. شوفوا نحاول نحدد الوسط هكذا، نجيب العجينة منا ومنا. شوفوا هذا دوزيام تور، يعني شوفوا ركزوا معايا، انا لهنا راني نحاول نحدد الوسط. ثم شوفوا حددت الوسط هنايا، شوفوا نفتحها، ركزوا. شوفوا شتو، المهم حددت الوسط. شوفوا ركزوا معايا، هنا راح نديرو دوبل تور. ركزوا معايا، نطويها على المرة الأولى وحدة، ركزوا، وحدة على زوج، هاكو تشوفوا وحدة على زوج. هايلي، ونزيدو الآخر، هايليكم، وحدة
ركزوا، هذه طريقة سهلة مهلة. وحدة نزيدو زاوجة، ها نقربهم لهنا للوسط نقلبهم، شتو؟ شوفوا نعاود معاكم، ها وحدة ومن بعد نقلبها على الزاوجة، ها نديتها للوسط، شفتوا؟ يعني هكذايا، هاي ليكم، شوف يعني سهلة مهلة، حكموا ورقة وديروا. من بعديكا هكا نضغط عليها باش العجينة تلصق، نضغط غير بشوي ونقلبها. هنايا في عود نحلو زوج توار، حلينا تور في زوج، تور في زوج، فهمتوا؟ هاي لي اسهل طريقة، والله انا اللي كنت نعرفها كانت تعبني بزاف. هنايا البنات هاي ليك ندير الفرينة دائما ونبدا نحل بهذه الطريقة، نحل للفوق للتحت هكا هكذا ونحلها لهنا كامل. دوكا خلاص فهمتوا كيفاش تحلوا العجينة. ودائما نحاولوا هكايا نسقموا الطراف، هاي ليكم نروح هكذايا نفتحها، نفتح هذا التور كامل حوالي نصف سنتيمتر. دائما حلوا للتحت وحلوا للفوق هكذايا، غير بالعقل بالسياسة، ما ديروش جهد بزاف. واذا عييتوا تقدروا يعني تريحوا، يعني هكذايا كل مره تريحوا شويه ولا. لهنا بعد ما حليتها خلاص، هنا نوليو للتور الاول. شوفوا هنايا نطويوها على 3، طويتها المره الاولى هكذا، دائما حاولوا هكذايا تلصقوا مليح ونزيدوا نطويها عليها. هذا التور الاخير البنات، صايه لهنا كملنا. شوفوا بعد ما طويتها هكذايا، شوفوا ننفض هذيك الفارينه الزايده، ما نخليش ديك الفارينه بزاف بزاف بزاف، نقلبها. شوفوا لهنايا نزيد نطويها هكذايا، ودائما هذيك الجهه المفتوحه تروح للفوق. شوفوا هكا نحاول. لهنا كملنا العجينه تاعنا، صاي كملناها البنات. هاي ليكم نحاول هكا نزير عليها هكا بشويه، ونخدم هذوك الاطراف باه تجيني كامل سوا سوا. ومن بعد كان نحلها غير شوي، ماشي بزاف، ماشي نحلوها كشغل نضغطوا عليها باش هذوك الطبقات يلصقوا مع بعضهم، فهمتوا؟ كاينه ملاحظه البنات قبل ما ننسى، شوفوا انا درت كيلو، هي القاعده الاساسيه كيلو ب500 غرام. كاين اللي يقول لك ديروا 700 غرام و50، 750 غرام فارينه ب500 غرام زبده. لا لا خياتي، والله تجيكم ميذمه بالبزاف، ميذمه ميذمه. شتي دوك نروحوا تشريوها كتلقاوها معمره هكا زبده، ما تقدروش تاكلوها تقهم. شوفوا هنايا انا درت كيلو ب500 غرام، واللي حابه تسترزق بها تاع المشاريع تقدروا ديروا كيلو ونص في 500 غرام زبده. نعم يا البنات، كيلو ونص. او اذا حبيتوا مثلا ديروا كيلو زيدوا كاس من الفوق، فهمتوا؟ هذه هي. وكاينه تاني ملاحظه هنا يا خياتي، شوفوا لهنايا، شوفوا عباك راني نحاول مع الفلاشو كامل بس كاني في الليل نحاول نوري لكم هذوك الطبقات، هما راهم يبانوا انا عندي. المهم شوفوا راهم يبانوا، هانيكم يبانوا. المهم خرجت مورقه هي. شوفوا البنات لهنايا، شوفوا كي درت كيلو فارينه ودرت 500 غرام زبده، دارت لي عجينه مورقه 2 كيلو و80، 2 كيلو ومعاها، فهمتوا؟ خاصة اللي يبيعوا وراهم يبيعوا فيها برا يا البنات، 35,000 للكيلو، 30,000 للكيلو، 35 هكذا خياتي. وربي يعاونكم وربي يرزقكم. شوفوا خياتي، شوفوا الطبقات هاهم لكم يبانوا، الله الله، ما تجيش فيها الفارينة بزاف بزاف بزاف، فهمتوا؟ وان شاء الله راح ندير لكم بها مملحة باش تشوفوا التوراق تاعها، ونوري لكم ثاني طريقة الطهي. عندها طريقة الطهي مميزة البنات، بزاف ما ينجحوش في طريقة الطهي، ما تعرفوش كيف تطيبوا العجينة المورقة. تابعوني في الفيديوهات القادمة. فقط يا البنات ديروا اشتراك، الجرس، الجرس هو الصح. شوفوا الجرس هو الصح، غير نحط فيديو يلحقكم إشعار هكذا خياتي. العجينة المورقة ديروها في كيس بلاستيكي، غلقوها مليح وحطوها في المجمد، تشد لكم 3 أشهر يا البنات، مدة 3 أشهر. وكي تخرجوها يعني خليوها تديكونجلا، خدموا بها مباشرة، ماشي تديكونجليها ومن بعد تعاودي تخبيها، لا لا هنا تفسد لك. شوفوا انا درتهم هكذايا، يجوا هكذايا خير، يساعدوني في الخدمه وما يجوش هكايا خشان،
فهمتوا هكذايا. نحب ندير لي كورني، لي كيش، لي تارتولات بالعجينة المورقة، كاين بريوش، كاين بزاف صوالح يخدموها بالعجينة المورقة، لي كورني. إن شاء الله نكون نفدتكم، تهلاو في رواحتكم، السلام.